مكملات الشعر او الهير مالتي فيتامينز هل هي فعاله ولا مجرد نصبايه؟ بكل اختصار مكملات الشعر او الهير مالتي فيتامينز هي تعتبر اكبر سكام واكبر نصبايه في تاريخ علاجات تساقط الشعر. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه. طب استنى، طالما هي نصبايا ليه انا اعرف حد يعرف حد استخدم المكملات دي وما كانش عنده ولا شعرايه وفجاه شعره كله طلع؟ ده انا رحت مثلا لدكتور فلان اللي هو اكبر الدكاتره وكتب لي مثلا مكمل مستورد اشتريه. ده انا موصي حد من بره وهو راجع يشتري لي المكملات المستورده او اللي جايه مثلا من امريكا او كده عشان المنتجات المحليه اللي عندنا مضروب. انت ازاي دلوقتي جاي تقول لي ان هي اكبر سكامه واكبر نصبايا؟ الشعر بتاعك على قد ما هو حاجه صغيره كده وموجوده في كل الجسم او مش موجوده خالص على حسب انت مين، الا ان هو عضو بيحتاج عناصر غذائيه ومعادن وفيتامينز عشان ينمو بصوره صحيحه. في حاجه اسمها الهير سايكل او دوره نمو الشعر، ودي اللي اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده، اللي هي مرحله النمو اللي هي الاناجين والكاتاجين والتيلوجين اللي هي مرحله الراحه، وبعدين بتيجي مرحله الاكسوجين او التساقط. اللي بيحصل ان معظم الناس لما بيبتدي يلاحظ تساقط الشعر فهو بيبتدي مثلا يقلق ويروح يجري على الصيدليه او يدور على الانترنت. فاول حاجه بتيجي في باله ان هو يروح يشتري مكمل مخصص للشعر بحيث ان هو يدي للشعر العناصر الغذائيه وبالتالي الشعر بتاعه هيرجع ينمو تاني. والمعظم الناس اللي بيعانوا من النوع ده من التساقط فهو فعلا بيلاقي بعد فتره ان شعره رجع يتقل تاني. بس في الحقيقة المكملات دي ما كانش ليها أي دخل في نمو الشعر اللي حصل، وده بسبب إن أنت لما بتبتدي تلاحظ تساقط في الشعر فالشعر بتاعك كده كده بيخش تاني في مرحلة الأناجين وبيرجع ينمو تاني، عشان أنت رحت اشتريت ودفعت فلوس مثلا وفي الغالب كتيرة عشان تشتري المكمل ده، فانت ربطت ان شعرك رجع ينمو تاني بسبب استخدام المكمل ده. وفي الحقيقة التساقط اللي عندك المؤقت ده كده كده كان هيرجع تاني وشعرك كان هيرجع يتقل، لان السبب اللي خلى شعرك يخش في مرحلة التلوجين راح. وفي الحقيقة برضو انت لما بتبتدي تلاحظ الشعر بتاعك فعلا وهو واقع، فانت السبب اللي خلاك يخش في مرحله التلوجين كان من 3 شهور. الشعر بتاعك عشان يروح من مرحله التلوجين للاكسجين فهو في الغالب بياخد 3 شهور. انت لما بتبتدي تلاحظ ان شعرك وقع فكده كده انت بدات مرحله الاناجين او بدات ان شعر جديد يخش في مرحله النمو. وانا هنا مش بنكر دور العناصر الغذائيه او المعادن او الفيتامينز في نمو الشعر. انا قلت لك ان الشعر يعتبر زي ميني اورجن او اورجن صغير بيحتاج العناصر الغذائيه دي. بس لو انت شخص ما عندكش سيفير ديفيشنسي او نقص حاد فالمكملات دي مش هتعمل لك حاجه. يعني معظم الناس اللي بتروح تشتري مكملات الشعر او كده ما بيبقاش عندهم نقص في العناصر الغذائيه. واحنا هنا لو بنتكلم بقى في اطار الصلع الوراثي فالمكملات دي ملهاش اي دور في علاج الصلع الوراثي. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتيره الصلع الوراثي او الاندروجينيك الوبيشا هو مرض وراثي بيكون بسبب حساسيه بصيله الشعر لهرمون الدي اتش تي. فانت بيكون عندك عمليه اسمها عمليه تصغير البصيله، ودي بتؤدي ان شعرك بيخف او بيقل كل فتره. طب ازاي شركات الادويه او الشركات اللي بتصنع المكملات دي استغلت يأس الناس على مدار سنين ان هم يعملوا فلوس كتيره جدا في منتجات ملهاش اي لازمه؟ في الحقيقه المكملات دي بتعاني من اكتر من مشكله. اولا الانجريدينتس او المواد الفعاله اللي فيها الدراسات اللي عليها ضعيفه، وفي الغالب الدراسات اللي بتكون على المكملات دي فبتكون مموله من الشركه اللي بتصنعها، وبيكون في تحيز ان هم يطلعوا نتيجه ايجابيه للمكملات دي. يعني مثلا معظم الاستادي ديزاين او طريقه تصميم الدراسات دي بتكون ان هم بيجيبوا ناس بيعانوا من تساقط الشعر، وبيكون مثلا المجموعه متنوعه وكبيره جدا وما بيبقوش عارفين مثلا سبب التساقط، ويبتدوا يستخدموا المكملات دي، وبعد فتره او مثلا بعد 3 شهور او بعد اسبوعين يقول لك ان المكملات عملت نتيجه مقارنه بالبيز لاين. طب هل انت مثلا عملت مجموعه فيها بلاسيبو ما خدتش المكمل دي عشان تستبعد موضوع ان الشعر كده كده كان هينمو اللي انا قلت لك عليه؟ لا، في الغالب الدراسات دي ما بيحطوش مثلا مجموعه بلاسيبو او مجموعه ما خدتش مكمل، لان هم عارفين لو حطوا مجموعه بلاسيبو فيلاقوا ان نتيجه استخدام المكملات مقاربه لمجموعه البلاسيبو. فالاستادي ديزاين بتاع الدراسات بتاعه المكملات زي مثلا الفيفيسكال او نترفول اللي هي الحاجات المستورده هتلاقي ان هي معيوبه وفيها حياديه كبيره جدا عشان يطلعوا نتيجه ايجابيه للمكملات دي. تاني حاجه الكوانتيتي بتاعت الانجريدينتس او بالعربي كميه المواد الفعاله بتكون قليله جدا. يعني معظم مكملات الشعر يحط لك مثلا فيتامين د، فيتامين سي، يحط لك شويه احماض امينيه، احماض دهنيه وهكذا. بتلاقي ان الكميه اللي موجوده في المكمل ده هي كميه قليله جدا. فانت اساسا لو شخص بتعاني من ديفيشنسي مثلا في فيتامين د او في الحديد فالكميه دي مش هي اللي هتعوضك، ما هياش كميه تعمل لك تاثير. انت ممكن تحصل على
على كميه من المواد الفعاله دي اضعاف الاضعاف من مجرد الاكل الطبيعي اللي احنا بناكله واللي احنا مستقلين بيه. طب انت يا عم فيلسوف زمانك بتقول ان المكملات دي نصب ومعظم الدكاتره بتكتبها في الروشتات بتاعتها. هقول لك ان في اكتر من سبب يخلي الدكاتره يكتبوا الروشتات دي، واكتر من دافع. زي مثلا التعاقدات اللي الشركات دي بتعملها مع الدكاتره عشان يكتبوا المكملات دي في كل روشته، وبياخدوا فلوس كويسه جدا. يعني مجال المكملات او شركات الادويه اللي بتبيع مكملات بيتعاقدوا بفلوس كويسه جدا مع الدكاتره. تاني سبب ممكن يخلي الدكاتره يكتبوها هو الجهل او قله التثقيف، او ان هو زي ما تقول كده هذا ما اعتاد عليه اباؤنا، او ان هو بيحاول يرضي الناس. بمعنى مش كل الدكاتره ابديتد، ومش كل مثلا دكاتره الجلديه او دكاتره الشعر مثلا عندهم علم كافي او بيهتمين جدا بالموضوع. هو ممكن ان هو بيعتمد ان معظم الدكاتره او ان هم الناس اللي قبليه كانوا بيكتبوا مكملات للشعر، فهو يبتدي ان هو يكتبها في الروشته بتاعته، او ان هو بيحاول يرضي المريض. يعني المريض بيبقى داخل للدكتور يقول له انا عايز مكمل كده للشعر يا دكتور يكون كويس ومستورد، فهو الدكتور بيحاول ان هو يرضيه، او ان هو ما بيوجعش دماغه ان هو يحاول يشرح له ان المكملات دي ملهاش اي لازمه وانت لازم تستخدم ادويه وتستمر عليها. لان اساسا اكبر مشكله للناس اللي بيعانوا من تساقط الشعر او الصلع الوراثي هو التزامهم بالادويه. يعني 90% من الناس ما بيحصلوش على نتيجه كويسه لان هم اساسا مش ملتزمين. ممكن يروح للدكتور ويكشف ويروح يشتري الادويه ويستخدمها مره مرتين ويقنع نفسه كده ان هو استخدمها بقاله شهرين او ثلاثه، والادويه اساسا مركونه عنده وما استخدمها. انما معظم الدكاتره الايفيدنس بيس او الدكاتره الكويسه فهم هيسخفوا من دور مكملات الشعر او الهير مالتي فيتامين. طب بالنسبه بقى للانكدوتال ريبورتس او بالعربي كده الاراء العامه للناس، يعني لو جيت ادور مثلا في جروبات الفيسبوك وخاصه عند البنات فهيقول لك ان انا استخدمت المكملات دي وطلعت لي شعر في كل جسمي، ده انا بطلت استخدمها عشان انا كنت جايبها لشعري ولاحظت ان شعر جسمي كله طلع. في الحقيقه انا عندي تفسير واضح وصريح جدا ليه بعض الناس بيقولوا ان المكملات دي بتطلع شعر في الجسم. وفي الحقيقه الستات اللي بتقول ده فهو بيكون بسبب ان عندهم حاجه اسمها تكيسات مبايض، وبالتالي بيكون عندهم اساسا خفه في الشعر. وواحد من السيمتومز او الاعراض التانية لتكيسات المبايض هي حاجه اسمها الهيريتيزم او الشعرانيه. يعني بيكون عندهم زياده في نمو الشعر الجسم لان بيكون عندهم زياده مثلا في هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره. فهي لما تبتدي تشتري المكملات دي وتكون قاريه مثلا على الانترنت او واحده صاحبتها قالت لها ان المكملات دي بتطلع شعر في الجسم، فهي بتبتدي تركز مثلا على شعر وشها او شعر جسمها وتبتدي تلاحظ وتقول لك بقى بعدها ان الشعر ده مثلا بدا يطلع اسرع او معدل النمو بقى اسرع. وفي الحقيقه ما كانش معدل النمو اسرع ولا حاجه، هو كل الفكره ان هي عندها اساسا مشكله هيريتيزم محتاجه ان هي تعالجها يا اما باستخدام ادويه زي الاندروجين بلوكرز او ان هي تروح تعمل على جلسات ليزر او ان هي مثلا تشيفت او تحلق. انما مش المكملات هي اللي هتطلع شعر في الجسم. حتى لو قلت لي احسن مكمل فيهم كلهم مفيش مكمل للشعر هيطلع لك الشعر في كل جسمك لان هو هيكون مكمل خرافي. وفي نسبه من الرجاله لما تبتدي تستخدم الموضوع ده فيقول لك ان هو زود لي شعر الجسم مثلا او كده، ودول غالبا بيكونوا الرجاله اللي في سن 21 22 25 الرينج ده اللي هو 21 ل 25. وفي الحقيقه اساسا كده كده في السن ده عند الرجاله بيبتدي شعر الجسم ينمو. يعني ممكن حتى في سن البلوغ ما تبتديش تلاحظ ان في شعر في صدرك او في شعر في جسمك، بس مثلا في السن اللي هو ال 21 ل 25 فتبتدي تلاحظ ان كثافه مثلا شعر الصدر او شعر الجسم ابتدت تزيد. فهو ممكن يربط ان هو استخدم المكملات بان شعر جسمه زاد، وهو في الحقيقه كده كده اساسا شعر جسمه كان هيزيد اساسا بس هو ما كانش عارف لان دي حاجه جديده في جسمه. طب بالنسبه للناس اللي يقول لك انا الدايت بتاعي وحش جدا فانا بجيب المكملات دي على اساس ان انا اخد اي كميه من العناصر الغذائيه بحيث ان انا اعوض النقص، هقول لك انت كده ما بتعالجش المشكله الاساسيه. يعني الدايت بتاعك وحش او بتاكل اكل كتير من بره، حاول ان انت تظبط الاكل بتاعك، حاول ان انت تنظف الاكل بتاعك، مش ان انت تستمر ان اكلك وحش او اكلك فقير بالعناصر الغذائيه وتروح تقول لي انا راح اشتري مكملات واعوض النقص. لان انا عايزك تاخد المعلومه دي وتحطها في ودنك ان المكملات عمرها ما هتكون فعاله او لها قيمه غذائيه زي الاكل الفعلي الصحي. يعني لو انت الدايت بتاعك كويس فانت في الغالب مش هتحتاج ان انت تستخدم مكملات اساسا. وعلى فكره انا هنا بقول لك دايت كويس اللي هو وجبتين لثلاث وجبات في اليوم ويكونوا فيهم عناصر غذائيه، فيهم نسبه بروتين، فيهم نسبه خضروات، فيهم نسبه فواكه، في مثلا مكسرات بتاخدها، في نسبه اسماك بتاكلها على مدار الاسبوع وهكذا. ده الدايت الصحي. مش بقول لك ان انت تروح تشتري زبادي يوناني وتروح تشتري شوفان وتروح تشتري حاجات غاليه مثلا وتشتري سلمون والكلام ده، لا، حاول ان انت تظبط اكلك على قد ميزانيتك او على قد الطبق اللي انت فيه. طب لو انت مثلا رحت حليت
حللت ولقيت ان انت عندك نقص في بعض العناصر الغذائيه، عندك نقص في فيتامين د، عندك نقص في الزنك، في النحاس، عندك نقص مثلا في الحديد، روح عوض المشكله الاساسيه بانك تظبط الاكل بتاعك، بان انت مثلا تتعرض لكميه مناسبه من الشمس، ان انت تاخد جرعه مناسبه من مكمل بتركيز مناسب في فتره زمنيه مناسبه، بحيث ان انت تلاقي نتيجه. انما ان انت تروح تشتري هير مالتي فيتامينز او مكملات للشعر، فهي اساسا بيكون فيها كميه ضئيله جدا من المكملات دي او الفيتامينز دي، وبالتالي مش هتحل لك مشكله الديفيشنسي او النقص اللي عندك. وعشان نلخص الموضوع ده كله، مكملات الشعر او الهير مالتي فيتامينز كلها سواء مستورده او محليه فهي مكانها الزباله، وملهاش اي دور في علاج تساقط الشعر او الصلع الوراثي. ولو انت التغذيه بتاعتك سيئه، فحاول ان انت تظبط الاكل بتاعك بان انت تاكل وجبتين لثلاثه في اليوم فيهم عناصر غذائيه كويسه. حاول ان انت تنظف اكلك، ما تاكلش اكل من بره كتير. ولو انت حللت مثلا وطلع عندك نقص في الحديد او فيتامين د، فانت بتاخد له مكمل مناسب بجرعه مناسبه على فتره زمنيه مناسبه، وبعدها توقفه. وانت حتى لو جيت سالت شات جي بي تي وقلت له هل مكملات الشعر ذو فعاليه او هل هي نصبايا، فهو يرد عليك اصلا ويقول لك ان الهير مالتي فيتامينز هي مجرد سكام. ومعظم الدراسات حتى اللي موجوده او الشركات فهي بتبيع لك الوهم، وبتكون الدراسات دي مموله من الشركه وما بتكونش فيها اي حياديه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عاجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.